السلام عليكم ومرحبا بالتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، سواء كانوا آداب ولا علوم إنسانية متمدرسون أو لا اللي دايرين باك حر. إن شاء الله هاد الفيديو كيهمكم كاملكم. علاش؟ لأن غادي نشتغل معكم المفهوم الثالث اللي هو مفهوم التاريخ. يعني هاد المفهوم كان غير عند الآداب والعلوم الإنسانية، يعني ما كانش عند الشعب العلمية. إذا إلا كان شي واحد من صحاب العلوم سواء كان باك حر أو لا متمدرس كيتفرج في هاد الفيديو، خرج راه هاد الفيديو ماشي ديالك. لأن هاد الفيديو مفهوم التاريخ ما كانش عندكم نتوما العلميين، هذا غير مفهوم زائد عند بالنسبة لآداب وعلوم إنسانية. كيف ما شفتوا المفهوم الثالث في مادة الفلسفة ضمن موسوعة الوضع البشري، هو آخر مفهوم كاين في الوضع البشري عند الآداب والعلوم الإنسانية، اللي هو مفهوم التاريخ. كيتكون من ثلاث محاور. دابا كيف ما شفتوا هذا هو أول محور غادي نخدموه، المعرفة التاريخية اللي سميتو. المحور الأول المعنون بالمعرفة التاريخية. إذا إلا كنتو أول مرة كتشاهدوا هاد القناة أو تسمعوا الصوت، ما تنساش أنكم تشتركوا فيها، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم أي فيديو حطيناه سواء على الفيسبوك ديالنا أو على لاشين يوتيوب ديالنا. اللي عندك شي تساؤل كيف ما كنزل لكم متسول أو تواصل معنا عبر حساب الانستغرام، بارطاجي الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، فالدال على الخير كفاعله. إذا باش بلا ما نطول عليكم أكثر نبداو على بركة الله. أول حاجة اللي خصنا نعرفوها في هذا الملخص ديال محور المعرفة التاريخية هي المفاهيم. شنو هو التاريخ؟ التاريخ شنو كيعني؟ هو مجموعة من الأحداث والوقائع التي حدثت في الماضي ويتم دراستها في الحاضر لاستشراف المستقبل. إذا هذا هو مفهوم ديال التاريخ. نشوفوا دابا الإشكالية ديال المحور. اش كنقصدو بهاد إشكالية المحور؟ يعني هاد المحور علاش كيهضر لينا، شنو هو الموضوع ديالو باش نفهموا هاد المعرفة التاريخية، علاش كتهضر، يعني هاد الدرس باش نفهموه. هادشي راه مغاديش تحفظوه وإنما غير غادي تقراو باش تفهموه، يعني غنشرح لكم باش أنكم تفهموا هاد المحور علاش كيهضر لينا. إذا إشكالية محور المعرفة التاريخية تتمحور حول التساؤل عن طبيعة المعرفة التي يمكننا اكتسابها من دراسة التاريخ. هل يمكن اعتبار المعرفة التاريخية معرفة موضوعية وعلمية تعتمد على حقائق ثابتة، أم أنها تبقى معرفة نسبية ومحدودة بتأويلات المؤرخين؟ كما تطرح الإشكالية مسألة إمكانية إعادة بناء الماضي بشكل دقيق في ظل تباين الروايات التاريخية وتأثير الأهواء والمصالح الشخصية في كتابة التاريخ. إذا السؤال أو الإشكالية اللي كيطرحها لنا هذا المحور، هل يمكن اعتبار المعرفة التاريخية واش معرفة موضوعية علمية دقيقة، أم أنها تبقى معرفة نسبية ومحدودة يعني بشكل سطحي؟ هذا هما الإشكالية ديال هذا المحور. دابا غادي نطرقوا إن شاء الله، تشوفوا المواقف كل فيلسوف شنو كيقول على هذه المعرفة التاريخية. إذا كيف ما كتشوفوا هادو هما الفلاسفة اللي غادي نخدموا معكم إن شاء الله في هذا الفيديو. كاين غرانجي، كاين هنري مارو، كاين ريمون أرون. هادو هما الثلاث المواقف اللي غادي نخدم معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. غنخدم معكم كل موقف ملي غنسالي غنشرح لكم ونعطيكم مثال باش انكم تفهموه. غنبداو باول موقف اللي هو غرانجي. يرفض الفيلسوف غرانجي اعتبار التاريخ علما من العلوم الانسانيه. يعني هذا من ديبار بين شنو كيقول التاريخ علما من العلوم الانسانيه. فهو يرى ان التاريخ بمثابه فن من الفنون التي تميز الثقافه الانسانيه، والتي تهدف في الوقت نفسه الى بناء معرفه ذاتيه عن مجموعة من الوقائع والأحداث التي وقعت في الماضي. دابا غنشرح لكم هذا المفهوم ونعطيكم مثال، عفوا نشرح لكم هذا الموقف ونعطيكم مثال عليه باش انكم تفهموا. اذا يعتقد غرانجي ان التاريخ ليس علما مثل العلوم الاخرى التي تعتمد على التجربة والتحليل العلمي، بل يعتبر التاريخ نوعا من الفنون التي تسعى الى بناء صورة عن الماضي. بالنسبة له التاريخ يشبه الفن، لأن المؤرخين يعتمدون على تخيلهم وتأويلهم للأحداث التي وقعت، ولا يقتصرون فقط على الحقائق. إذا باش نعطيكم واحد المثال وأنكم تفهموه، تخيل أن لديك لوحة فنية تعبر عن معركة قديمة، مثلا معركة إيسلي إلى غير ذلك. الرسام يضيف لمسته الفنية ويعبر عن الأحداث بطريقته الخاصة. ركزوا عليا، بطريقته الخاصة. بنفس الطريقة يرى غرانجي أن المؤرخين يعيدون بناء الماضي بتفسيراتهم الخاصة، مثل الفنانين الذين يعبرون عن رؤيتهم للأحداث. يعني ما كايناش واحد المعرفة دقيقة. إذا هذا حسب موقف غرانجي واش اللي كيقول. دابا غنشوف الموقف الثاني اللي هو هنري مارو شنو كيقول. يرى الفيلسوف هنري مارو أن التاريخ ليس فنا أو سردا لأحداث الماضي الإنساني، بل إنه معرفة علمية ينشئها المؤرخ عن ذلك الماضي، معتمدة على منهج علمي صارم ودقيق من شأنه الكشف عن حقيقة هذا الماضي. دابا نشرح لكم هذا الموقف ونقول لكم شنو كيقول. هنري مارو يرى عكس غرانجي، وهو يعتبر أن التاريخ علم قائم بذاته. بالنسبة له المؤرخ لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يتبع منهجا علميا دقيقا للكشف عن حقيقة الماضي. إذا المؤرخ حسب هنري مارو يدرس الوثائق والأدلة مثل الباحثين في علوم أخرى، بهدف الوصول إلى معرفة علمية دقيقة. ونعطيكم دابا واحد المثال عليه باش أنكم تفهموه. مثل ما يعمل عالم الآثار على اكتشاف الآثار ودراستها بعناية، يقوم المؤرخ أيضا بتحليل الوثائق والمخطوطات التاريخية ليعيد بناء الأحداث بطريقة علمية وموثوقة ودقيقة. إذا عطيتكم واحد المثال ولخصت لكم الموقف ديال هنري مارو باش أنكم تفهموه. دابا غادي ندوزو الموقف الثالث إن شاء الله اللي هو ريمون آرون ونشوفوا شنو كيقول.
يؤكد ريمون آرون أن المعرفة التاريخية ما هي إلا محاولة لإعادة بناء الحياة الماضية، وذلك من خلال الاستعانة بمخطوطات ووثائق مختلفة كي تكون المعرفة التاريخية مستقلة ومختلفة عن التجارب التي يعيشها الناس الآن. أبغى نشرح لكم هذا الموقف باش أنكم تفهموا. نعطي لكم مثال. إذا حسب ريمون آرون فإنه يرى أن المعرفة التاريخية هي محاولة لإعادة بناء الماضي بناء على الوثائق والمصادر المختلفة، لكنه يعتقد أن هذه المعرفة تبقى منفصلة عن الحاضر. بمعنى آخر، المؤرخ يحاول أن يفهم الماضي كما كان دون أن يتأثر بالتجارب الحاضرة. نعطيكم مثال باش أنكم تفهموه. إذا كنت تدرس حياة شخص عاش في القرون الوسطى، يجب عليك ألا تقارن حياته بالحاضر، بل تحاول أن تفهم كيف كان يعيش ويفكر في زمنه، اعتمادا على ما تبقى من آثار وكتابات. هذا هو الموقف ديال ريمون آرون. وكيف ما شفتوا راه حاولت انني نشرح لكم ونبسط لكم ونعطيكم امثله على المحور الاول اللي هو المعرفه التاريخيه. حاولت انني نبسط لكم كيف ما كان. نتمنى ان الفيديو يعجبكم. ان شاء الله تستناو الفيديو المقبل غيكون على المحور الثاني في مفهوم التاريخ، باش يبقى لنا اخر محور ونسالو المفهوم ديال التاريخ بصفه عامه ونسالو موسوعه الوضع البشري باكملها. اذا الى وصلتوا حتى الدقيقه ما تنساش انكم تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي فيديو حطيناه، سواء على الباج الفيسبوك ديالنا او لاشين يوتيوب ديالنا. عندك شي تساؤل كيف ما كان نزل كومونتير سول. بارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالكم فالدال على خير كفاعله. فضل الدعم ديالكم لي كومونتيرات الزوين ديالكم لي بارطاج ديالكم، ولكن يشجعنا باش نزيدو نستمروا في نشر المزيد ان شاء الله. وبالتوفيق لكم والسلام عليكم.